السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد طالع فيه أقول فيه نصيحة لوجه الله تعالى لكل واحد صاحب عربية وكل واحد صنايعي بيشتغل في عربيات الناس. لازم تخلي بالك من النقطة دي كويس جدا علشان ما تضرش حاجة هي في الأساس سليمة أو في الأساس كانت مظبوطة. بصوا زي ما انتم شايفين كده يا جماعة، ده مساعد ام دي وادي المساعد التاني ام دي، والعربية دي كانت فكة جوز مساعدين قريب عند حد، وكان مغير اتنين بطاحه زي ما انتم شايفين كده. البطاحات جديده اهي، البطاحه دي والبطاحه دي. وفي غلطه الصنايعي عملها، والغلطه دي هي اللي هو دلوقتي شال الجرابات دي، شال الجرابات. قلنا كتير جدا في كل فيديوهاتنا اهم حاجه الجراب يا جماعه. ليه بقى اهم حاجه الجراب؟ تعالى بقى نبص هنا كده، لو واخدين بالكم هنا كده يا جماعه هتلاقوا كله تراب ما بين الألسي، ما بين الألسي وما بين الطبق اهو، الألسي والطبق تراب. فايه اللي بيحصل؟ لو واخدين بالكم من الاكس هتلاقي الاكس فيه جروحات. هتفل لكم الكشاف عشان ايه الاضاءه. الاكس فيه جروحات بسبب ايه؟ اللي فيه رمله او اي تراب بيخش ما بين الاكس وما بين الطبق، مع الطلوع والنزول الاكس بيتجرح. فبلاش لو انت معاك صداده، زي ما قلنا كتير جدا، لو انت الصداده الجراب اتقطع. النهارده احنا كان معانا عربيه سكودا فانتازيا، والعربيه دي كانت الجرابات كلها بتاعتها متقطعه. بعت راجل جاب جرابات مخصوص اصلي علشان ما قفلش المساعد بصداده. بس لازم يكون الصداده بالجراب موجودين. وبصوا يا جماعه عشان بس تبقوا انتوا ايه، دي البطاحات بتاعت العربيه اهي، واوريكم الجرابات برضك. هات الجرابات القديمه اللي كانت متقطعه اهي، ادي الجراب اهو، ده بتاع الفانتازيا علشان ما قفلش ايه، ما قفلش كده وخلاص. قلنا قبل كده علشان وانت بتغير مساعد جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة مواهب ثورات مع وليد حسين. النهارده فيديو جديد كده طالع فيه أنصح فيه كل واحد صاحب عربية أو كل واحد صنايعي حابب يعمل شغل صح. لازم تاخد بالك من النقطة دي كويس جدا. زي ما انتم شايفين كده احنا مش هتستفف صفر ولا استفف العمل. زي ما انتم شايفين كده يا جماعة احنا قفلنا الصدادة وقفلنا الجراب. عايز أقول حاجة برضه، الصدادة دي لما كانت راكبة، الصدادة دي من المسافة بتاعتها طويله جدا. الصداده دي تعمل معاك تزييقه. لو انت الصداده بتاعتك لازم تشوف المقاس الصداده اللي انت هتفكه وتجيب زيه، علشان ما تركبش صداده طويله وتعمل معاك تزييقه وتعمل معاك نشفان اكتر، يعني تنشف معاك العربيه اكتر. ده الفرق ما بين الصداده الاولانيه والصداده الثانيه. شكرا لكم في قناه مواهب ثورات.